مساء الخير. النهاردة هنعمل بسكوت نباتي دايب جدا سهل وسريع. أول حاجة أنا معايا سمنة نباتي، هبدأ أفضيها كده. هاخد نص كوب من السمنة النباتي، هكمل عليه بزيت، يعني هستخدم نص سمنة نباتي على نص زيت. هكمل كده، هبدأ أكمل الكوباية كده من الزيت وأقلبهم كده مع بعض. خلاص كده هبدأ أفضيهم في البولة، وهبدأ أضيف عليهم نص كوب من السكر. ده سكر عادي طبعا، لو بودرة هيسرع لك الوصفة، بس أنا اشتغلت بالسكر العادي. لو عندك سكر بودرة مش هتاخدي وقت في ضربه. أنا هضرب فيهم 5 دقايق علشان السكر يدوب والسمنة تفتح معايا كده من الضرب السكر في السمنة. ضفت فانيليا وهبدأ كده أقلب. طول طبعا لو انتي السكر بودرة هيكون أسرع معاكي، لو سكر حبيبات هياخد معاكي وقت. هبدأ أضيف ربع معلقة ملح. كمان لو انتي حابة في صندوق الوصف وصفة بسكويت بنص كوب زيت فقط. ده الملح، رشة بسيطة خالص من الملح. زي ما قلت لك في صندوق الوصف في بسكويت بنص كوب من الزيت. هبدأ بقى أكمل، هحتاج 2.5 كوب من الدقيق. ضفت الكوباية الأولانية وهبدأ أضيف في الكوباية التانية برضو وأنخلها كويس. ده بسكويت قريب جدا للغريبة، بدون أي مادة رافعة، يعني بدون بيكنج باودر، بدون أي حاجة، بدون أي خميرة حلويات طبعا، بدون أي حاجة من الحاجات دي. ده بسكويت كده سهل وسريع بتعمليه في البيت. هبدأ أضيف نص الكوب الأخير كده، يبقى هما 2.5 كوب. قلبت الأول 2 كوب، قلبتهم الأول، وهبدأ أضيف ده آخر نص كوب، وابدا اقلبهم كده مع بعض. بقى شلت المعلقه واجمعهم بايديا، لان عجينه البسكويت مش محتاجه عجن كتير. انا بلمهم كده على بعض لحد ما تكون قابله معايا للتشكيل. انا بجمع فيها كده وهبدا كده اجربها اشوف هي قابله للتشكيل ولا لا. كده خلاص هي معايا قابله ان هي تتشكل وتبقى كور كده معايا. خلاص هبدا اجيب صينيه وادهنها كويس، وعلى طول هعمل الكور. تحاولي كده تظبطي ايدك تعملي كور البسكويت قد بعضها. طبعا الطابع بتاعنا هيبقى صابع ايدينا، هو ده الطابع. هتشوفوا دلوقتي طبعا البسكويت سهل بدون طابع بدون اي حاجة. ببدأ اكور كده وارص في الصينية. زي ما بقولك كمان المقادير بالظبط هتلاقيها في صندوق الوصف. كده خلاص انا خلصت الكمية كلها. زي ما قلتلك الطابع هيبقى بايدينا، ببطط كده تبطيطه خفيفة خالص وبصابع ايديا بعمل كده في الوسط. بس يعني مفيش اسهل من كده، يعني حاجة سهلة خالص وسريعة، والتشكيل بإيدك كمان. بطة خفيفة خالص وبصابع ايديكي. يعني بجد طريقة سهلة خالص تقومي تعمليها دلوقتي، ومقادير اقتصادية جدا. في الفرن بقى هسخن الفرن وادخل على الشبكة البسكويت وهيطلع هوريهولكم. بصوا بقى، انا سويت البسكويت كده التسوية دي اللون الخفيف ده. هبدأ بقى احشي بالمربى في الوسط. لو مش حابة تحشيه كمان هو طعمه حلو خالص بدون اي حاجة، بس طبعا بنعمل كده عشان يجذب الاطفال وبيخلي برضو طعمه حلو. بجد طريقة سهلة خالص. انا لسه كمان دلوقتي هوريكم قد ايه دايب. هكسره قدامكم دلوقتي. شايفين قد ايه دايب؟ يعني اول ما بتلمسيه بيتكسر معاكي البسكويت بجد.